آية من الآيات المهمة جدا في تحصينك وحمايتك من أي شيء يصيبك من إنسان أراد بيك مكروه ويريد أن يصيبك بسحر مرشوش أو مشروب أو مأكول أو مشموم أو مدفون. لا يستطيع أي جن بإذن الله أن يصيبك ما دمت مستمر في هذه الآية. والله 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 الآية دي قوية جدا، وهتلاقي نفسك لو مصاب بسحر أو مس مش قادر تقولها أو تنسى تقولها، استمر عليها وهتشوف إن شاء الله الخير في حياتك. لو عندك وقف بحالك في الزواج أو الرزق بسبب السحر، إن شاء الله كل ده هيزول. الآية دي هي آية الكرسي، والآية دي في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن فوائد آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني آية الكرسي دي لازم أقولها بمشيئة الله بعد كل صلاة مفروضة عليا، يعني 5 صلوات اللي هي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. بعد كل صلاة أقولها إن شاء الله ما يمنعنيش عن دخول الجنة إلا الموت، يعني أموت وبمشيئة الله أدخل الجنة على طول. اللهم تقبل منا صالح الأعمال.